هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فلو محدش يعرف منكم، انا تخصصي في الجامعه علم نفس. فانا قريت حبه حاجات كده عن علم النفس، يعني زي الفوبيا وكده. فانا حبيت ان انا اشاركها معاكم كفيديو ان انتوا تقدروا برضو تعرفوها زيي. فالفيديو ده هيكون عباره عن ان احنا هنقول 5 انواع من الفوبيا، وكمان هنختبرها. يعني احنا هنشوف فيديوز، ربنا يخليك تيك توك لينا، يعني هنشوف فيديوز هتكون عن الفوبيا دي، وهنحاول نعرف يعني هي عندنا ولا لا. فاهمين؟ وقبل ما نبدا الفيديو، لو في حد مثلا مش هيقدر يستحمل حاجه زي كده، ان هو يحاول يواجه الفوبيا بتاعته او حاجه زي كده، فما يتفرجش طبعا، عشان ما حدش يتاذي بسبب حاجه زي كده. بس فخلونا نبدا الفيديو. فقبل ما نتكلم عن 5 انواع من الفوبيا، في ناس اصلا مش عارفه يعني ايه فوبيا، فانا هفهمكم هي ايه الفوبيا. الفوبيا دي بتكون عباره عن ان احنا بنخاف من حاجه من غير سبب، يعني احنا خايفين من حاجه ومش عارفين ليه خايفين منها. وممكن يوصل بينا الخوف ده لدرجه الخطر، ان احنا نبقى حياتنا متاثره جدا بالموضوع. زي مثلا الناس اللي عندها خوف من الاماكن المغلقه. مثلا مش بيعرفوا يركبوا مترو، حاجه زي كده، لان المترو ضيق وزحمه، فهم بيتوتروا ومش هيعرفوا. وكمان الفوبيا بتخلينا عندنا شعور بعدم الراحه كده، ان احنا مش مستريحين لما تحصل لنا الحاجه اللي احنا بنخاف منها دي. بس يعني هنبقى حاسين ان احنا مش مرتاحين، فاهمين؟ يعني ده هو كده مش مرتاحين، حاسين ان احنا جسمنا بيقشعر كده، في شعور كده مش مريح خالص، فاهمين؟ فاول نوع من الفوبيا معانا هيكون فوبيا العملاقه او العمالقه. هي دي تقريبا هي زي فوبيا المرتفعات. انتوا عارفينها اكيد، الناس اللي هي بتخاف من الحاجات العاليه، المرتفعات، حاجات زي كده. فالفوبيا دي خوف مرضي من الارتفاعات، ودي بيصاحبها شعور بالدوار، وان احنا كمان بنبقى دايخين. بيبقى في خوف من ان احنا نقع او نتزحلق. وكمان الفوبيا دي بتأثر على حياة الشخص بشكل كبير قوي، بحيث ان هو بيتجنب الاماكن العالية والانشطة اللي بيتطلب فيها ان احنا نبقى واقفين على ارتفاع. وبرده فوبيا العملاقة، اللي هي ان احنا بنخاف من الحاجات الضخمة. يعني احنا مثلا لو ماشيين جنب برج عالي عادي ممكن ما نخافش، بس في ناس حاجة زي كده بتخوفها قوي، ان هي تبقى ماشية جنب حاجة عالية قوي، دي حاجة بتخوفها، بتخليها برضو مش مرتاحة، فاهمين؟ فانا دلوقتي هوريكم فيديو هيطلع لكم على الشاشة جنبي، وانا برضو هشوفه، يعني هنشوفه احنا الاتنين في نفس الوقت. انا اسفه على الفيديو قوي. فده كان الفيديو بتاع الفوبيا الحاجات الضخمه او الحاجات العملاقه او الارتفاعات وكده. فانا عن نفسي يعني ما خفتش خالص تقريبا، بس غير في الاخر خالص هي اللي خفت شويه صراحه، لما حسيت الناس الكبيره قوي اللي ماشيه دي كانت حاجه صراحه خوفتني، لكن الباقي كنت حاسه عادي، يعني مش قوي، فاهمين؟ وتاني نوع فوبيا هنتكلم عنه هيكون فوبيا المحيط. هو اسمه بالانجلش هكتبه لكم هنا عشان انا مش عارفه اقراه صراحه، ضخم قوي. ففوبيا المحيط ده بيكون ناس بتخاف من البحر والمحيط والكائنات البحريه، يعني كل الكائنات اللي بتعيش في الميه، مش كلها قوي، بتبقى الكائنات الضخمه. ومثلا اللي هي عمق بقى المحيط، الحاجات دي، فاهمين؟ اللي هي ضلمه بقى وكده. في ناس عندها فوبيا من حاجه زي كده، فبتكون مش بتقدر ان هي مثلا تنزل البحر، مش بتقدر تتعرض للميه بطريقه كده، فاهمين؟ بتبقى حاسه ان هي مش مرتاحه او خايفه ان ممكن حاجه تطلع لها او كده. بس فللفوبيا دي هوريكم الفيديو بتاعها عشان نشوف، نعمل تيست. فانا جبت لكم فيديو يكون مش بيخوف قوي يعني، عشان كده، يعني عشان ما نأذيش حد. بس فهيبقى هنا كده الفيديو، هحط لكم هنا كده، ماشي؟ هو يبقى يعني حاجه كده مختصره بحيث نعرف. دي اقل حاجه مخيفه لقيتها على فكره. ماشي، زي ما شفتوا الفيديو كده، هو مش يعني انا جبت حاجه مش بتخوف قوي عشان ما يعني كده زي ما انتم عارفين. فده كانت نبذه مختصره عن فوبيا المحيط. وتالت نوع من الفوبيا هيكون فوبيا الحشرات. هي في الاغلب دي موجوده عند ناس كتير قوي، يعني مش حاجه غريبه قوي. فوبيا الحشرات دي بتبقى عباره عن ان احنا ناس اول ما بتشوف اي حشره بتحس ان هي مش مرتاحه، وبتحس بخوف هستيري. انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني خوف كده جامد قوي. وبتحاول تتجنب اي حاجه ممكن يكون لمسه حشرات او اي حاجه ليها علاقه بيها، فاهمين؟ حتى الادوات اللي بنستخدمها للحشرات، مبيدات حشريه او اي حاجه زي كده، هم بيبقوا خايفين منها، فاهمين حاجه؟ فانا في الاغلب عندي فوبيا حشرات يعني، بس مش قوي يعني. بس الفيديو اللي هوريه لكم ده
انا طول ما انا شايفاه حاسه ان انا متضايقه ومتوتره جدا ومش حاسه باي راحه، وفي الاغلب ناس كتير قوي هتحس بكده. فلو حد بيخاف من الحشرات وهو عارف اصلا فما يتفرجش عليه عشان يعني ما يضرش حد. اسوأ 5 ثواني عدوا عليا في حياتي. فيا جماعه زي ما انتم شفتوا الفيديو ده كان بجد حاجه مؤلمه كده للمشاعر بجد. بالذات الحشرات اللي بتطير حرفيا دي كارثه يعني. مش عارفه حد صراحه ما بيخافش منها، كل الناس بتخاف منها تقريبا. بس فلو انتوا خفتوا من الفيديو ده او حسيتوا ان انتوا مش مرتاحين بطريقه صعبه، لان انتوا حسيتوا كده طول ما انتوا بتتفرجوا ان انتوا مخنوقين قوي، فانتوا كده عندكم فوبيا من الحشرات. رابع نوع فوبيا هنتكلم عنه النهارده هيكون فوبيا الفضاء. الفضاء انتوا عارفين الفضاء بقى كده، النجوم بقى والكواكب والمجرات والحاجات دي. في ناس بيبقى عندها خوف من الموضوع لدرجه ان هي مش بتقدر تتفرج على الافلام اللي بتتكلم عن الموضوع حتى. يعني الخوف بيوصل معاهم لدرجه ان احنا اصلا مش هنقدر نتفرج على افلام اللي هي افلام، فاهمين؟ بس فهوريكم فيديو هتشوفوه هنا، لو شفتوه حسيتوا ان انتوا خايفين او مش مرتاحين او متوترين قوي يبقى انتوا عندكم فوبيا. لو برضو في فرق بين ان احنا نبقى عندنا فوبيا مرضيه وفوبيا ان احنا خايفين عادي. يعني لو احنا خايفين بس خوف بس، احنا هنقدر نتعامل مع الحاجه دي واحنا خايفين، فاهمين حاجه؟ لكن الفوبيا احنا اصلا مش هنقدر نتعامل مع الحاجه. يعني الموضوع بيبقى صعب قوي لدرجه ان في ناس ممكن تروح لدكتور مثلا او اخصائي نفسي يعالجها من موضوع الفوبيا ده، لان هي بتاثر على حياتهم بشكل كبير. الحمد لله عديت الاختبار ده بسهوله. هو انا مش حاسه ان انا خايفه صراحه، يعني كنت خايفه فتفوته بس مش قوي. بس برضو صراحه لما بتفرج على افلام مثلا بتاعه الفضاء دي بحس ان انا مش مرتاحه شويه، مش قوي يعني بس حاجه عاديه، فاهمين؟ خامس نوع فوبيا والاخير معانا هيكون فوبيا الثقوب، اللي هي مثلا الهولز، فاهمين حاجه؟ فوبيا الثقوب هي عباره عن ان الناس لما بتشوف اي حاجه فيها ثقوب كتيره الموضوع بيكون معاها مش مريح خالص. هو انا تقريبا عندي الفوبيا دي بصراحه، الموضوع بيبقى مش مريح خالص. تحسوا ان انتم متضايقين قوي وبتقشعروا كده وتحسوا ان انتم بجد خايفين، فاهمين حاجه؟ مثلا عارفين زي ايه؟ زي مثلا شكل خليه النحل اللي هي فيها ثقوب كده بتاعت خليه النحل دي، بيبقى شكلها صراحه عامل قوي كده، تحسوا ان انتم متضايقين. بس فهوريكم الفيديو خلينا نشوفه مع بعض. بجد يعني انا خايفه صراحه، مش عايزه ابقى بعمل اوفر كده، بس حاسه الموضوع شويه يخوف يعني. مش عارفه في ناس بجد مش بتخاف من الموضوع ازاي. انا كمان جايبه لكم يعني حاجات مش بتخوف قوي، اللي هي اهدى حاجه لقيتها، عشان في حاجات بجد صعبه قوي ما كنتش عارفه حتى اشوفها، فاهمين حاجه؟ الحمد لله. انا مش عارفه انا بضحك ليه بصراحه، بس حاسه نواجه الموضوع بضحك. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبتكم فكره الفيديوز دي ممكن تقولوا لي وممكن ازود لكم منها، يعني اعمل حاجات زي كده اكتر. بس